بعد ما عرفنا ان الكلام القديم خلاص، حكايه ان انت تقيس الضغط 3 ايام ورا بعض تلاقي فوق 140 على 90 يبدا عليك ضغط، وان الوقت الجايد لاينز بيقول لك لا خلي بالك، يعني الاب تو ديت بيقول لك لا الثلاث قياسات على مدار 10 ل 30 يوم. يعني حكايه كل يوم او بعض الناس كانت بيقيس الصبح وبالليل كمان، لا مفيش الكلام ده. احنا دلوقتي طبقا للاب تو ديت بيقول لك من 10 ل 30 يوم ناخد الثلاث قياسات بتوعنا. تمام. طيب القياسات بقى اللي هي ايه؟ هل اي حد لقينا الثلاث قياسات فوق 140 على 90 بنبدا علاج ضغط؟ الاجابه الجايد لاينز طبعا زي ما ذكرنا في بدايه ورشه الضغط، الموضوع فيه تفاوت كبير جدا في الارقام، عشان لو لقيت ارقام مختلفه من مرجع تاني، بس كلهم بيدوروا حول ارقام متقاربه. تعال نتكلم على اس اتش اللي هو انترناشونال سوسايتي اوف هايبرتنشن. بيقول كلامه ده الصراحه اللي في عيادتنا نشتغل بيه. بيقول لك خلي بالك هل المريض ده عنده كرونيك ديزيز تاني ولا لأ؟ يعني مثلا مريض الضغط ده دايابيتك، كرونيك كيدني ديزيز، عنده اي حاجه من علامات الاند اورجان دامج، كارديو فاسكولار ديزيز، بيقول لك اه لا ده فوق ال 140 على 90 على طول 3 قياسات كافيين جدا ويبدا علاج ضغط على الفور. ده ما فيش خلاف عليه، ده ما مش مختلفين عليه. ولكن بيقول لك بقى لو هو ضغطه فوق ال 140 على 90 بس هو اقل من 160 على 100، لا ما تبداش علاج ضغط، ابدا لايف ستايل موديفيكيشنز، ابدا اطلب الانفستيجيشن اللي احنا ذكرناها. شوف الليبيد بروفايل اخباره ايه، شوف الراندوم بلاد شوجر اخباره ايه، اليوريا كرياتينين سيرم يوريك اسيد. شوف شيك على المريض دوت بياخد كورتيكوسترويد بياخد سودوفيدين، شوف الانديكيشنز اللي احنا ذكرناها اللي ترفع الضغط دي، التوتر، الشاي اللي بياخد حاجات فيها املاح عاليه، صوديوم عالي، واديله فرصه يقلل وزنه، يمشي كل يوم نص ساعه، يقلل من التوتر، يقلل من التدخين او يوقف التدخين خالص، من 3 ل6 شهور. يبقى اذا اقل من 140 على 90 خلاص ده ما عندناش مشكله معاه. من فوق ال 140 على 90 لو عنده كرونيك ديزيز تاني، وخصوصا لو دايبيتك كرونيك ديزيز، كارديو فاسكولار زي ما ذكرنا، او اي حاجه تستدعي ان انا هبدا علاج ضغط، لا ابدا علاج ضغط لو فوق ال 140 على 90 3 قياسات. طيب يا دكتور، لا هو هيلثي جدا، شاب او واحد او واحده جاي لك في العياده عنده 35 سنه وبيش شويه متوتر، بتشوف النموذج ده يوميا، وضغطه 150 على 90، 155 على 85، ايه الاخبار؟ بفضلك لايف ستايل موديفيكيشن زي ما ذكرنا. طيب فوق بقى ال 160 على 100 كل الناس هتاخد علاج، في بقى دايابيتك مش دايابيتك، هو اي عنده كرونيك ديزيز تاني ولا لا، في كل الاحوال المريض ده هيحتاج ان هو يبدا ادويه زي ما هنذكر بالتفصيل دلوقتي، اللي هو ادويه الضغط. هنشوف امتى هندي المونوثيرابي، امتى ندي كومباينيشن، امتى ندي تريبل ثيرابي، وايه هو الفيرست تشويس لكل حاله، وامتى ازود وامتى اقلل، وامتى اقول لك لا ده فيرست تشويس، وامتى اقول لك لا خلي بالك في محاذير من استخدام العلاج ده زي ما هنشوف دلوقتي.